هنعمل كنافه بالجلاش. الجلاش محشي كنافه. هاي عندي حبه كنافه كانت في الفريزر طلعتها. طلعتها فكت بس ما خليتش الكنافه فكت. بصوا انا فرقتها كده هي ومتجمد، ما خدتش ثواني مينت. هروح ايه يعني اوريكم اعملها ازاي على النار. مش هعملها في الفرن ولا حاجه، عشان دي انا هحشي بيها ايه، هحشي بيها الجلاش. قويني يا ماما. ايوه حلوه. حبه لا ما فيهاش سكر، ما فيهاش سكر. ماما هقعد هنا على الغسالة ماشي؟ ما ينفعش تبوظ. يبقى على الغسالة. نام. بس يا ماما اصل هنا بتصور. ليه يا ماما؟ لازم بتصور. عايزة ادخل معايا كده. الظلم عليك. عادي اخلي الزيت يسخن خالص. قوليها بقى. اسمع عليا. مريم ننزل الكنافه. أظن محدش عمل التجربة دي. بصوا بدأت تحمر ازاي. سام حاجه ايدك ما تسيبش المعلقه، حركي فيها على طول. دي مش بتاخد وقت في الحمير بيدوب. طبعا انا عايزاها جوه ايه صابع الجلاش ما تتفرولش مني وتبهدل الدنيا، فانا هحط لها معلقه سكر بودره، معلقه سكر بس. مش هخليه يتكرمل ولا اي حاجه ولا تنشف. انا تقريبا كده هطفي النار، تقريبا هطفي النار. طفيت النار خلاص كده. تعالوا يلا نحشي الايه الجلاش. هلونا ادي لفه الجلاش. ده تقريبا اسرع حلو ممكن تعمليه. دي اللفه اللي هي ايه 200 جرام، ده حوالي نص كيلو كنافه. ودي تقريبا كده كام جرام، مش فاكره كام جرام. دي تقريبا 350 جرام، يعني اكتر من اقل من نص. اهي نجيب الفرشه. ثانيه ما تخش في حته. أول تروحوا في حتة جيبي أنا معاكم. مساحه. الاول ندهن دهنه كده ايه بسيطه. دهنة بسيطة.
مش كله هيتعمل. فبص ونص. لا هي هتتعمل عادي. خلاص. هو عادي كمان شوية. مش هوري ثانية بس. هعمل ايه كده اهو. ادي ايه الحشو. ممكن تعمليها حشوة كده لو عايزة تعمليه بلحمة مفرومة مش حلو، تعمليه حادق يعني ينفع برضه. بس انا حابة النهارده اعمله ايه حلو معاك. طريقة جديدة. الحلو ازاي مع القلاش؟ بس خلينا نجرب. عايزين سكينة. بس اظن ماما جربته قبل كده عشان لو مكانش. انا عملته قبل كده وكان جميل اوي. عشان لو عندك صينية مستطيل يستحسن يعني. انا عندي بس كبير قوي مش مش صغيرة زي ما فيها. مش هينفع معايا. واعملها صوابع صغيرة شوية. ماما انا حابة الفها زي المديور كده عشان المدس بيها شربات يبقى فيها فراغ تشرب الشربات. انا عن نفسي بحب اللحمة المفرومة بس قلنا نجرب. ماما نعم. مسحة خفيفة لو ما عندكيش فرشة بإيدي. بخاف من ده أكدهن. مش هكاكا. طب عشان ما أبصر بس كده الفرون بصي اهي الفرون كده. أنا هحطها شوية ماما. بصدقها. مش شايفين الصفحة. افتحها على 4. بس كمان عشان ايدك باينة في الكاميرا. عشان كله مقاس واحد. صح. نفس بعد ما تستوي يا مريم. ماشي. كرر نفس الخطوة برضو على هذا الطريق. راح اعملهم واوريكم بقى ما اعملهم. اهي خلصت. زيت ولقيت هنا انا عامله كله بزيت. ندهن الوش كده عشان الوش حامي. طب السمنة عادي مش هتفرق. اديها الجلاش وحمر بس كده. نطلعه الشربات جاهز. الشربات بتاعه يبقى خفيف وسخن والبطاطا لسه ما استوتش. بس كده انا ما بحبهاش حمرا خالص. انتوا لو عايزين تسيبوها تحمر خالص تحمر عادي. بس مش بالطشه دي. بصوا الطشه ازاي. لازم كده. خلصت. كل الشربات ده هيشربوه. البطاطا لسه في الفرن. شربت كل الشربات اللي فيها. بس ممكن نحط شربات تاني. الزيت يا مريم عشان الكنافه من جوه. انا ما حطيتلهاش الشربات فهي شربت. بس كده يا ماما احلى بكتير. انتي لو حابه زي حالاتي الجلاش يبقى طري تعملي تعملي الحركه دي بالصينيه دي وتغطيها لمده 3 دقايق بالظبط. هيطرى معاكي وهينفش ويبقى زي العسل. هوريكم بقى ماشيله. بس بطاطا. بصوا اول مره اجيب بطاطا وتطلع مسكره خالص زي دي. بصوا مسكره. دوقي يا مريم كده. بتحبي البطاطا؟ طب اوعي تتلسعي فيها. ودي خلاص اهي هي حاطين خلاص كده فينش.
بصوا الطرية. نطلع بقى ايه وناكل. تعالوا نشوفوها بقى ونطلعها في الطريق. نشوفوا الايه الجلاش بتاعنا. بس طريقة الجناب خرافة. طبعا ايه احنا الجلاش ما بيتقطمش غير بالسنان. بس بوريكم بس من جوه. بصوا بس كده. طلعوا لنا طبق كده نحلي بعد الاكل. استنى. محتاجة رأيكم في الصينية دي وفي الطريقة الحلوة دي. تقولي في الكومنتات. تقولي في الكومنتات في التعليقات. كومنتات كده وكده واحد عادي مش هتفرق. اهي بس كده. عملتها من نص كيلو كنافة. مش مكمل نص كمان يعني كان نص واخده منها حبه. ولفه جلاش 350 جرام والشربات بتاعها خفيف سخن. عملت بكوبايتين سكر كوبايتين ميه وعصره ليمونه بس. ادي كل الحكايه. عملناها تحليه حلوه وسريعه. يلا اشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.